أحمد بن حمادي، رسام، عصامي التكوين. مهنتي الأصلية تقنية إعلامية. أول مرة اكتشفت روحي نرسم نتبع في الديسانز أنيمي، تغرمت بهم برشا كيما أي صغير. فحبيت اللي نشوفه قدامي في التلفزة إني نعاوده في ورقة. جبدت ورقة وكنت بازي على الخيال فقط معناها أو الذاكرة، يعني نتذكر شنو تفرجت ونحاول نرسمه. فلقيت اللي نجم نعاود نرسم الديسانز انيمي هذوما على الورق بالطريقه اللي تعجبني. من وقتها اكتشفت اللي نعرف نرسم. أنا في الأصل ولد عائلة فنية. الوالد مطرب بشير بن حمادي، وكان ديما يشجع فيا أنني نرسم. أمي كيف يشجعوا فيا الحق، ومن اللي صغير معناتها يفرحوا برشا وقت اللي نرسم حتى حاجة بسيطة وكل. لقيت منهم تشجيع الكل، وعاونوني برشا باش أني نكمل نرسم ونتعلم ونولي رسام. فما مرة خدمت ميرال جدارية في أحد الشوارع، واثناء الخدمه معناتها ثم امراه هي وليد صغير يمشوا في الشارع. الوليد عجباته ياسر الخدمه والرسم، معناها تشوف في عيونه انه هو مهتم بالحاجه هذيك. ونسمع فيه معناتها يكلم في امه يقول لها شوفي الرسمه في الحيط وكل. فهي تلفتت معناها مش في بالي باش تعطي تعليق حاجة أخرى. يا أخي سمعتها قالت لا إيشو، وهزت صغيرة من يدها ومشت. هي في اللحظة هذيك هي قطعت كل أمل أن إنسان ذاك يولي فنان. فما شمعة متاع فنان طفت في اللحظة هذيك. الصعوبات اللي تعرضت لها في المنطقة متاعي اللي هي قبلي ان الماتريال ما فماش، مش موجود. يعني نلقى صعوبة كبيرة ياسر اني نوفر الاقلام. معناتها نكلم اصحابي من برا، نسافر اني نتصرف، يلزمني نجيب الماتريال هذا لان هني ماهوش متوفر، ماهوش موجود. التشجيع ما فماش، الدعم ما فماش، كل شيء معناتها نخدم في كل شيء نخدمه وحدي. نحاول اني ما نأيسش معناتها. كرسام عصامي معناتها في المحاولات اللي قمت بها هني ما لقيتش دعم من حتى جهة رسمية، لأن الفنان الرسام العصامي ماهوش معترف به. يعني مجهودك الخاص كل شيء تعمله وحدك. فما شوي اجتهادات من بعض الأطراف الحق، مش باش نكذب. معناتها دار الثقافة بارك الله فيهم معناتها حليني الباب اني نخدم غادي. لكن كجهات رسمية أو دعم أو مش موجود. صحيح باش تاخذ دعم مادي ولا معناها باش الدولة تتلفت لك، يلزمك تكون متحصل على بطاقة احتراف. بطاقة الاحتراف هذه ما تمكنتش اني تحصل عليها نظرا للشروط الغريبة، نعتبرها اني غريبة. هي المشاركة في المعارض سواء شخصية او جماعية، واني نعتبرها حاجة عادية معناتها رغم صعوبتها، لكن نعتبرها حاجة عادية. لكن النقطة اللي ما نجمتش نستوعبها هو
إضافة الطابع التشكيلي في الخدمة متاعي، يعني عبارة يحاولوا يفرضوا عليك الستيل متاع الرسم اللي تخدمه باش تحصل على بطاقة احتراف، واللي هي معناتها كأنك تفرض على الرسام شنو يرسم شنو ما يرسمش. بالنسبة للحلول اللي نشوفها عندي خيارين. الخيار الأول اللي نغطي عيوني على الموجود الكل ونكمل كما بديت، معناتها نفس الأسلوب ونعارك وحدي يعني، أو إن ما نقولش نخضع للطلبات متاعهم، لكن نعدل شوي في الستيل اللي نخدم عليه، على الأقل واحد يتحصل على بطاقة الاحتراف اللي تنجم تعاونه برشا في المستقبل. جست نتمنى ان العباد تغير شوي من العقلية متاعها تجاه الفن، تهتم بالفن، تعلم صغارها الفن، لأن الفن حاجة كبيرة برشا وأكثر راحة للعقل وقت اللي يمارس الفن بطريقة سوية. أنا نؤمن أن كل إنسان فنان في داخله، لكن الظروف اللي حكمت فيه أنه هو يكمل أو يتراجع أو ينسى.